السلام عليكم يا احلى متتبعين، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم جبت لكم وصفه تاع الطمينه. شوفوا كيفاش تجي معلكه، جميع التفاصيل تاعها والمقادير المضبوطه باش تخرج لكم طمينه ولا اروع. راكم تشوفوا كيفاش جات معلكه ما شاء الله. وهذا يعني كنت درتها مباشره في يعني ما خليتهاش باتت ولا يعني كان يا ربي عندي 4 ساعة ملي درتها. فوالا، نروحوا لنوعيه السميد راني وريتها لكم. يعني هاد النوعيه انا اللي استعملتها، تقدروا تستعملوا كاليتي تكون قريبه ليها ومشابهه ليها. المهم انا خيرت السميد اللي يجي ماشي المتوسط. انا درت الكغو باسكو المتوسط في سميد تاع ماما تلقاوه باللي بزاف رقيق ما يوالمش للطمينه. وتاني ما نحوسوش يكون سميد خشين بزاف. فوالا باش يعني ما يجيناش يشبه تاع اللوز. فوالا، كيما راكم تشوفون نحكم انا السميد ديالي، نحط بالكميه اللي راني مسحقتها محتاجتها ونبدا نحمص فيها. النار تكون هنا متوسطه، ما ديروش نار قويه باسكو راح يتحرق لكم. وال والباقيه تبقى بيضه. معناتها نتوما روحوا بالعقل برك. انا هنا راني مسرعه الفيديو سي بور سا يبان لكم هكذا. مي انا لو كان نوري لكم يعني يعني السرعه الحقيقيه راهي بلا عقل برك. ما حبيتش برك نطول عليكم الفيديو وميم طون باش تشوفوا كيفاش يكون السميد وكيفاش يولي. هذه هي. انا بالنسبه للسميد نحبو شويه حميمر، يعني نحبو يكون محمص بيان، ما نحبوش يجي بيض. هذه هي. نقعد نحمص فيها على نار هادئه حتى نتحصلوا على هذاك اللون الذهبي الشباب. نزيدو مع العسل والزبده يزيد يحمر شويه يجي روعه. انا هذيك يا طمينه اللي نحبها. فوالا، نقول لي راهو يشاهد فيا اول مره ما ينساش يخلي لي لايك في لا فيديو ابوني هكا باش يلحقوا جديد ديالنا. انا نحاول كيفاش نحط حاجات تقليديه بالوصفات تاع زمان. نحب كل حاجه يعني تكون هكا مريحه جداتنا. كما راكم تشوفوا نقعدوا نحركوا فيها حتى نتحصلوا على اللون المطلوب. فوالا، بالنسبه للتحماص دائما نحمصوها من قبل ليله من قبل، ولا نديروها صباح بكري ولا عشيه ندير نخدموا بها. يعني ما تحمصوش او ميم طون في نفس الوقت ديروها باسكو يطول شويه السميد باش يبرد لكم. يعني دو بريفيرونس حمصوها لافي وخلوها غد من داك وديروا الطمينه. فوالا، كيما راكم تشوفوا انا هنا كنت استعملت لا مارغارين. تقدروا تستعملوا هي لا ميور، يعني لا حبيتوا يعني الطمينه ديالكم تجي بنينه ديروا ماتينا. ماتينا هي البنينه فيهم كامل مع ماني. كي تخلطوها تجي ولا اروع. هنا كيما راكم تشوفوا ندوبوا الزبده اللي عندنا ونديروا الكيله. شوفوا انا صورت لكم الكيله هنايا، نفس الكيله اللي درتها تاع ليدم راح نديرها نفسها عسيله. العسيله اللي درتها انا هذه شريتها، يعني هذه العسيله مشريه. فوالا، دركاتيك شوفوا يعني نفس الكيله اللي كيلت يعني وين الحق هذاك الخط تاع الزبده وين نديرو تاني العسيله ديالنا هكذا باش تجينا. هادو هما المقادير المضبوطه، كيله بكيله، كيله اذا كيله عسيله. هذه هي. بالنسبه للناس اللي تحب دير حلوه الترك لازم تنقص في العسيله شويه. ما انت لا درتي انتي مغرف نحي مغرفه تاع عسل تانيت باش هكذا يجيك الحلاوه تجيك يعني هكا ماشي بزاف تجيك معتدله. فوالا، ومع انه حنا نقولوا بلي طمينه بزاف حلوه. فوالا، نقعدوا دركاتيك نخلطها بالبغاميكسور هكذا باش نسرع عمليه باش ما نقعدش ندور بيدي. نديرو بالبغاميكسور باش يتميكسنا كامل هذاك الخليط. وهذيك الزبده ما تقعدش تفلوطي من الفوق. معناتها كي نديرو طمينه كاين طمينه اللي دي فوا يعطوها لكم في دي بواط هكذا، ولا تقعد هذيك الليدام هذاك يفلوطي من في الوجه ديالها. هو هذا هو السر، لازم تخلطوها بيان. وتاني ما تفرغوهاش مباشره في لي زاسيات ولا في لي بواط ولا
هذه هي باش تتحصلوا على طمينه تكون ما فيهاش الليدان في الوجه. فوالا هنا حبيتو تضيفوا قرصه تاع ملح، انا ضيفات ندير فيها. ونحب تاني المكون المفضل عندي في الطمينه هو القرفه. طمينه بلا قرفه ماشي طمينه، انا نحبها يا اختي. هي تفكرني بلونفونس ديالي، تفكرني بماما كي كانت ديرها لنا في المولود في كلش. شفيتو زمان كنا نديرو واحد في الطبسين نديرو شغل لا كروا ونديرو نقيطات في هذوك لي كاغو. المهم دركاتيك ولينا ما نديروهاش لا كروا هذيك شغل يقولك حرام زعما، ماشي زعما هي حرام على اي حال تشبه بالانصار. ودركاتي كنا نزينو بلي دغاجين، نزينو بحلوة الترك، مكسرات، واش حبيتو. بالنسبه للناس اللي تحب تزيد لها بنه الطمينه ديالها تنقص من كميه تاع السميد وتضيف بدالو شويه لوز مرحي ولا شويه كاوكاو مرحي، هذا تاني راح تزيد لها في البنه. مي انا نحب بنه الطمينه تاع زمان، انا نحب حاجه اللي فيها ريحه زمان. هنا كيما راكم تشوفوني نزين فيها تزيين يعني عشوائي، كل واحد كيفاش يحب يزينها. انا درت لي دغاجي وراح نشبعها في الطرف بالقرفه بواحد المول كما راكم تشوفوا. هاد المول هذا وندير في لي بور تاعها ندير بالقرفه كما راكم تشوفوا بهذا العدد، ونبدا ندير فيها كشغل نص هليلات. هذه هي طمينه يعني عندها مناسبات، بصح انايا شخصيا نحب ناكلها دائما، يعني دائما كي نشهاها نروح نحمص شويه سميد وندير طمينه للدراري. فوالا نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم. وبالنسبه للتزيين تزيين نتوما ابدعوا، يعني انا درت حاجه سامبل. هذه هي الطمينه ديالي بعد ما كنت كملتها، ونتمنى الفيديو يكون لا الرضا تاعكم من الاعجاب، وان شاء الله تجربوها وتجيكم معلكه. عندها السر تاني تاعها كي تخلوها تبات تاني راح تشرب كامل هذاك اليدام وما تجيكمش بالزيت من الفوق وتبقى طريه، ما تخافوش كامل. المهم انا نقول لكم هنا لحقت معكم للنهايه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر وصفه جديده. هذه هي، نقول لكم سلام، دمتم في رعايه الله وحفظه.